اللي حصل النهارده لا يتقال ولا يتعاد. دوس لايك وسبسكرايب ويلا احكي لك اللي حصل في الزمالك. النهارده يسترب اخد الحبايه الحمراء وجابت نتيجه معاه الحمد لله، وفاق من الغيبوبه اللي كان عايش فيها بقاله شهور من ساعه ما جه الاهلي. طبعا كل الجماهير عارفه ان بعد نهايه المباراه مباشره نتيجه الحبايه دي هتروح وهيرجع تاني كما كان، واحتمال كبير نتغلب الماتشين اللي جايين وبرضه ما نخشش حتى الكونفدراليه. سبحان الله، بعد ما كان الزمالك شايف ان الكونفدراليه هي اقوى من دوري الابطال، دلوقتي طالع علينا جماهير الزمالك يقولوا فرحانين على ايه؟ ده انتوا هتلعبوا الكونفدراليه. غريبه. المفروض الناس تتعلم، لان احنا لسه كنا من كام يوم بالاهلي بيقولوا له يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة. الغريب ان النهارده الاهلاويه هم اللي بداوا يقولوا للزمالك يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة زمالك يا ابو تلاتة. النهارده الحمد لله يسترب ما عملش اي اختراعات. لعب احمد رمضان بيكهام اللي هو اصلا بيلعب ظهير ايمن في ظهير ايمن، ودي كانت حاجه غريبه بالنسبه للاهلاويه ان هو لاعب لعيب في مركزه الحمد لله. والنهارده لقينا بن شرقي اوقات كتير كان بيلعب ناحيه الشمال، لذلك شفنا الجون الاولاني جابه بالهيد، الجون الثاني هو اللي ادى الباصه وهو في الشمال لحسين الشحات عشان يجيب الثاني، والجون الثالث برضه كان موجود في الناحيه الشمال. يعني يلي ما بتفهمش افهم ان بن شرقي لازم يلعب في الناحيه الشمال. وطبعا طاهر محمد طاهر بيثبت ان مش اي لعيب اقوى من الناحيه الهجوميه مفيد من الناحيه الفنيه. النهارده طاهر كان بيقدم مباراه مهمه جدا على الصعيد الدفاعي زي ما كان بيقدم مباراه مهمه جدا في الناحيه الهجوميه، فنقدر نقول ان النهارده يسترب اكيد بنسبه كبيره مش هو اللي حط التشكيل، لان حاجه هتبقى غريبه ومش هينفع نصدقه. انت خلاص يا عم الحاج ماشي ماشي والله لو كنت كسبت 9. يبدو ان فوز بيراميدز اللي حصل النهارده على انبي كان مخلي الزمالك نازل وهو قلقان لحسن لو خسر او تعادل بيراميدز هيبقى بيلاحقه، خصوصا ان الزمالك اكيد عارف ان اخر مباريات الدوري هتكون قدام سيراميكا كليوباترا، وده مش هيبقى ماتش سهل بالمره لان اغلب لعيبه السيراميكا اهلاويه واكيد هيبقوا عايزين ان الدوري ما يروحش 100 عقبه. إيه على الجانب الاخر النهارده لقينا حسام عبد المجيد مش في المستوى المعهود بتاعه. النهارده حسام هو اللي نغز الكرة من قدام مهاجم الاهلي اللي وصلت لطاهر محمد طاهر عشان يصنع الهدف الاولاني لبن شرقي، كما انه هو اللي ادى الباصه لصديقه لعيب خط الوسط بقوه زايده علشان تتقطع منه والاهلي يجيب منها الجون التاني، وبرضه للاسف هو اللي دخل شاط ضربه الجزاء اللي صدها مصطفى شوبير بجداره. فالنهارده حسام عبد المجيد كان مش في يومه نهائيا، والاهلي قدر يستغل كل الاخطاء الدفاعيه اللي كانت بتلوح اليه. طبعا خدنا بالنا ان الكابتن عبد الله السعيد كان طالع وهو متضايق جدا رغم ان المدرب صبر عليه يجي 70 دقيقه ما طلعوش من اول 10 دقائق من الشوط الاولاني لان هو فعلا ما كانش موجود النهارده يعتبر. اعتقد ان سبب الزعل ده ان هو ادرك ان هو لما ساب الاهلي وراح بيراميدز ما حققش معاهم ولا بطوله، ولما ساب بيراميدز حقق بدوري الابطال، ودلوقتي كان الزمالك بينافس على قمه الدوري، لكن دلوقتي شكله برضه مش هياخد الدوري وبيراميدز هو اللي اقرب دلوقتي ان هو ياخد الدوري، لان الماتشين اللي فاضلين للزمالك وبيراميدز المفترض ان هم اسهل نسبيا لبيراميدز. لكن من الناحيه الثانيه سيراميكا اللي النهارده اتغلب من المصري بيقرب الاهلي للمركز الثالث وبيخليه يفرق عنه في النقاط عشان الاهلي يبعد عن حسابات مباراه الكاس اللي كانت هتبقى ما بين زد وبيراميدز، والخوف اللي كان عند جماهيره من ان زد يكسب بيراميدز سواء بقصد او بدون قصد، فالاهلي يطير من الكونفدراليه ومن كل حاجه السنه الجايه. واخيرا حسين الشحات النهارده بيقدم مباراه فوق الممتاز كما اعتاد ان هو يقدم خلال الموسم اللي فات، واللي فجاه من بدايه الموسم ده اتركن على جنب لمجرد ان زيزو جه، مع ان كان ممكن جدا الاهلي يستفاد باللاعبين ويبقى في منهم تنافس وتدوير. طبعا محدش يتوقع ان يسترب هيقدم لعلعه في الماتشين الجايين، هو الراجل زي ما احنا قلنا قبل كده على الجنط. هو كل اللي حصل النهارده ان روح الاهلي، وواضح ان الاجتماعات اللي تمت ما بين بعض اعضاء مجلس الاداره وكباتن الفرقه واللعيبه نفسها اللي قعدت ولمت بعضها واتكلمت هي اللي كان لها التاثير الجيد النهارده، بالاضافه الى حاله الخوف اللي كانت واضحه جدا النهارده على لاعبي الزمالك اللي كانوا خايفين ان الاهلي يعمل معاهم زي ما بيعمل كل مره وبيقدر يكسبهم. وفي النهاية ألف مبروك الفوز للنادي الأهلي المستحق،
وهارد لك لنادي الزمالك، ونتمنى إن مباريات الدوري تبقى دايمًا على هذا المستوى من السخونية والولع.